السلام عليكم، نهاركم طيب. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح نديروا البنات كفتة بالدجاج والزيتون. أول حاجة أنا واش عندي صدر دجاج مرحي، درت له شوية معدنوس ومغرف صغيرة تاع الهريسة اختياري. هنا التوابل اللي راح نستعملهم في الليبولات وفي لاصوص نفسهم البنات: ملح، فلفل الكحل، زنجبيل، خلطة الدجاج. عندي بيضة كاملة، وعندي راس كبير تاع بصلة. راح نستعملو نقسمو اون دو، يعني نص في لي بولات ونص راح نديرو في لاصوص تاعنا. عندي لا شابلور وعندي شويه تاع الزبده والزيت اللي راح نحتاجهم في المرق تاعنا. هنا ضفت البلون بولي تاعي اللي درت له المعدنوس والهريسه، ضفت له هذيك البيضه الكامله. أنا راح نتبلو بالملح والفلفل الكحل، الزنجبيل، وخلطه الدجاج. ولا تقدروا ديروا كركم، تقدروا ديروا كاري. هنايا ديروا توابل اللي يصلحوا في الدجاج اللي تحبوهم نتوما. نضيفوا لها لا شابلور ونحاولوا نعجنوها مليح. لا شفتوها مازالت طريه معكم بزاف، زيدوا لها شويه شابلور يعني. ومن بعد تحصلوا على عجينه تكوروها، ديروها دي بولات وتحطوها ابار باش تروحوا توجدوا لا صوص تاعكم بلانش اللي راح ديروا فيها لي بولات. هنا البنات راني حطيت الزيتون تاعي في الماء وشوي في الماء برك، حطيته في الماء بلوتو باش نحيلو الملوحه. يغلي على دو فوا، يعني ما يهز الغليه. نخليه ربع ساعه، من بعد نزيد نصفيه ونزيد نعاود ندير ماء جديد ونزيد نغليه ربع ساعه واحده اخرى ونصفيه. ومن بعد تلوحوه في الاخير في لاصوص تاعكم. هنا راني نعجن مليح في الباي بلوتو في الصدر تاعي تاع الدجاج المرحي. ندخل فيه هذو كامل التوابل والمكونات اللي درتهم بهذه الطريقه. بعد ما تلم معايا كيما راكم تشاهدوا، نجي دركا نكورهم. انا درتهم بالطول، نتوما ديروهم كعابر ولا كيما حبيتوا. نحطهم في اون اسيات ونروح نحضر لاصوص بلونش اللي راح ندير فيها هاد لي بولات. تقدروا تنصبوها بمورسو تاع دجاج كويس ولا واش عندكم، كيما تقدروا تنصبوها بلي بولات بعد، يعني تحطوا 2 ولا 3 حبيبات كيما راح ندير انا هنا. الوغ حكمت المرميطه تاعي، حطيت فيها شويه تاع مارغرين، ضفت لها حوالي ملعقتين كبار نتاع الزيت، ونضيف كميه البصل هذيك اللي خليتها نقليها مليح في هذاك الزيت والمارغرين ولا بالزبده. وتقدروا تستعملوا السمن كذلك نورمال. انا ضفت البصل تاعي ونحرك نخليه يتقلى مليح البنات ويذبل معايا بيان. هنا لا كان قدرتوا ترحيوه احسن، باسكو في لي صوص بلونش راح تبان البصله تاعكم. انا هنا راني غير ربيته، لكن نتوما رحيوه خير ولا ربيوه في الرقيق خلاص، وسينو صفيو. وهنا البنات بيسك راح نستعملوا الزيتون، الملح ديروا كميه قليله برك حتى تذوقوا فيما بعد كي تضيفوا الزيتون وذوقوا. شوفوا لا شتو خاص ملح راكم تزيدوا له. بعد ما ذبلت البصله تاعي كيما قلت لكم جيت تبلتها بيان، ودوك راح نزيد عليها 2 حبات ولا 3 تاع لي بولات هذوك باش يبننوها لي مليح باش ما تجيش صامته. نضيفهم هنا في التقليه ونقصلهم للنار ونحركهم ساعه على ساعه حتى يطلقوا شويه البنه تاعهم في هذاك البصل والتوابل. ومن بعد نمرق على حسب الكميه تاع لي بولات اللي عندي، نمرقها ونخليها حتى تهز الغليه. هي تبدا تغلي، وهنا كان درتو مورسو تاع الدجاج تخليوه حتى يطيب مليح. ومن بعد ضيفوا لي بولات تاعكم باسكو ما يطيبوا ليه ما يديوش معكم وقت. انا هنا مرقت، بعد ما غلات مباشره ضفت لي بولات تاعي كامل تاع الدجاج وتديروهم تخليو النار متوسطه وتخليوهم يطيبوا في عقلهم، وتختار شويه هذيك لاصوص تاعكم وتنشف شويه. متخليوش هنا المرق بزاف باش تجيكم بنينه. هذا جاي جوغ طاجين يعني ماشي. فوالا البنات هنا بعد ما طابوا لي بولات تاعنا واخترت لي لاصوص، درت هنايا ان جون دوف، عصرت عليه شويه تاع قارص. كيما تقدروا ديروا 2 مغارف كبار تاع خل وتضيفوه على هذيك، تكونوا طفيتوا للنار وتضيفوه على لي بولات تاعكم اللي كنتوا درتوا لهم الزيتون كذلك. ذوقوا وشوفوها، خاصه ملح زيدوا لها الملح. جاتكم سوا بالصحه والهنا. وكان هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، خفيف ظريف. على بالي اغلبيتكم يعرفوا هاد لاغوسات، لكن انا درتها للناس اللي ما تعرفهاش. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.